عندي وثائق يعني متعلقة بموضوع فدائي صدام. نقدر نعرف من حضرتك يعني نعم. هذا الموضوع أيضا هو مثار حاليا بالإعلام العراقي وبالأوساط السياسية. نعم. فأول وثيقة هي عندي من صادرة من بالنسبة إلى إيه تفضل. نعم. طبعا بالنسبة إلى هذا الموضوع في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن موضوع عودة البعثيين وخاصة كبار البعثيين، أعضاء الفرق، أعضاء الشعب، وفدائيي صدام وغيرهم. بالمناسبة هذه القضية كأنها جديدة، أنا أعتقد بأنها ليست هي انعكاس للمظاهرات الأخيرة التي حصلت في المناطق الغربية من العراق، وإنما هناك مخطط قد قدم في فترات سابقة، وأنا أمتلك الوثائق التي تبين بأن عصابات فدائي صدام هناك محاولات لتكريمهم برواتب تقاعدية، وهذا مشروع مقدم من قبل المكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهذه وثائق كلها تبين هذه الحقيقة. يعني الوثيقة رقم 1 الكتاب موجه إلى لا دقيقة. الوثيقة رقم 1 الوثيقة رقم 1 فضيلة الشيخ هذا صادرة من مكتبك. الوثيقة رقم 1 سر وشخصي عاجل جدا إلى سيد دولة رئيس الوزراء المحترم. نعم. الوثيقة العدد 191 تاريخ 15/4/2011. نعم في تاريخ 15/4/2011. طبعا على إثر ما وصلني من معلومات ووثائق تقول بأن هناك محاولة لتكريم عصابات فدائي صدام من خلال أعطائهم رواتب تقاعدية، بينما وهذا الشيء المؤلم جدا والذي آلمني وما زال يؤلمني جدا أن أبناءنا من أبناء الضحايا من أبناء الأهوار مجاهدي الأهوار إلى هذه الساعة لم يعطوا شيء. الضحايا النظام السابق الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، أصحاب الإعاقات الدائمة الذين فقدوا أطرافا منهم، الذين فقدوا أجزاء من أبدانهم، الذين ضحوا بأنفسهم، إلى هذه الساعة لم يكرموا ولم يعوضوا عن ذلك. إلى هذا اليوم هناك المئات من أبناء الضحايا، من عوائل الضحايا، من المجاهدين الذين ضحوا بزهرة شبابهم لم يعوضوا، ويراد تعويض هؤلاء بإعطائهم رواتب تقاعدية على الرغم من أنهم عصابات كانت تفتك بالناس. يعني الوثيقة رقم فضيلة الشيخ بالقضية وحقيقة فضيلة الشيخ عندي الوثيقة رقم 7 الزميل المخرج. هذه حينها تكلمت مع اللي مكتوب عليها جمهورية العراق دولة رئيس الوزراء المكتب القائد العام للقوات المسلحة المستشار القانوني، العدد 6/2 على 23 التاريخ 25/1/2011. نعم. ممكن بس هاي شنو معنى إلى وزارة العدل مكتب الوزير؟ طبعا هذه زميل المخرج وثيقة رقم 7. هذه الوثيقة هذه الوثيقة اللي هي وثيقة تشير إلى أن المكتب القائد العام وصلتني هذه الوثيقة في حينها، وأنا ذهبت بنفسي وفي اجتماع مع رئيس الوزراء وكلمته بشكل مباشر ويتذكر جيدا هذا الحديث. قلت له لا يجوز إعطاء رواتب تقاعدية لعصابات فدائيي صدام، هذه جريمة بحق الشعب العراقي. لكنه في حينها كان يعتقد بقضية مختلفة وأنا بينت له، لكن وجدت أنه هناك إصرار على هذا الموضوع فاضطررت إلى كتابة كتاب رسمي له مع جميع الوثائق. طيب بس ممكن الوثيقة اللي خاصة إلى هذا الموضوع إلى وزارة العدل. نعم. مكتب الوزير مشروع قانون يقول توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء المحترم بإعداد مشروع قانوني تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 بهدف ضمان عدم حرمان منتسبي تشكيلات فدائيي صدام سابقا، منتسبي تشكيلات فدائيي صدام سابقا هذه العصابات من الحقوق التقاعدية. هذا هو الموضوع، من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الأحكام الواردة في القانون المذكور. 2 نرفق مسودة قانون التعديل الأول للقانون أعلاه والأسباب الموجبة. طبعا في المسودة ثم بعد أن أرسلت إلى وزارة العدل، وزارة العدل أعدت باعتبار أن مجلس شورى الدولة هو جزء من وزارة العدل، فوزارة العدل أعدت القانون وأعادته مرة أخرى إلى مكتب رئيس الوزراء. ولذلك في الوثيقة التي بعدها اللي هي عنوان سر وشخصي أيضا الصادرة في تاريخ مجلس شورى الدولة. نعم. سر وشخصي في تاريخ نعم في 21/2 الصادرة
تقول هذه الوثيقة: دولة رئيس الوزراء، مكتب القائد العام للقوات المسلحة، المستشار القانوني، مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، نهديكم أطيب التحيات. إشارة إلى كتابكم المرقم في 28/1/2011، يرجى التفضل بتسمية إلى آخره عنكم ممثل عنكم وتبليغه بالحضور إلى مجلس شورى الدولة في الساعة 9 من صباح يوم الأحد الموافق كذا لمناقشة مشروع القانون آنف الذكر. هذا الكتاب المرسل. ثم بعد ذلك أرسلت النسخة إلى بعد أن اكتملت من مجلس شورى الدولة، اللي هي هذه النسخة الأخيرة، اللي هي الوثيقة الأخيرة لعله، نعم، باسم الشعب، اللي تتحدث يقول: يلغى نص المادة، طبعا هذا مادة 1 باسم الشعب بناء على ما أقره مجلس النواب. نعم، هذا التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. يلغى نص البند رابعا من المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ويعدل تسلسل البنود التي تليه تبعا لذلك. ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بمعنى شيخ حسين، أنا أرسلت كتابا يا شيخ حسين، احنا شنو نوصل لك كخلاصة؟ حضرتك شو تود تقول يعني؟ ايش ترغب؟ الخلاصة في حينها أنا الذي أريد أن أبين، يعني مشروع قديم وجديد. الحديث الذي صدر مؤخرا من السيد رئيس الوزراء، حقيقة أنا أتحفظ عليه من أن المسألة مرتبطة باللجنة الخماسية فقط. طبعا لدي وثائق، وأنا إن شاء الله تعالى سأعرضها في الأيام القريبة، وهذا وعد مني أيضا للمشاهدي البغدادية من أنني سأعرض جميع الوثائق التي تتحدث عن محاولات جادة لإعادة الحياة للبعث المقبور، ومن بينهم عصابات فدائي صدام، وهذا في تاريخ سابق قبل مسألة المظاهرات وقبل كل شيء. هناك محاولات جادة من بعض البعثيين الموجودين في مفاصل الدولة لإعادة الحياة للبعث، وبالذات عصابات فدائي صدام. وبالمناسبة أنا وقفت في وجه هذا المشروع في حينها، وأرسلت هذا الكتاب الرسمي إلى رئيس الوزراء وأقرأه عليكم وفي حينها توقف هذا المشروع بالفعل، ولكن للأسف الشديد أعاد مرة أخرى هذا المشروع، أعيد مرة أخرى في هذه الأيام إلى مجلس الوزراء، وصادق عليه مجلس الوزراء. وهذه أعتقد أنها انتكاسة كبيرة في العملية السياسية، إذا كان هناك تفكير في العملية السياسية، لأننا جاهدنا أكثر من 30 سنة نظاما ديكتاتوريا بطش بأبنائنا وأهلنا، واليوم هناك محاولة لإعادة هذا النظام مرة أخرى إلى الحياة السياسية. طبعا لدي حديث مفصل، لكن أقرأ على هذا الكتاب لأنه وثيقة لا بد أن يعلم المشاهد كيف أننا تصدينا إلى مسألة خطيرة، وهي عصابات فدائي صدام. يقول: لا يخفى، هذا الكتاب أنا أرسلته رقم 1 الزميل مخرج الوثيقة، سري وشخصي عاجل جدا، في تاريخ، طبعا الكتاب عدده 191، التاريخ 15/4/2004، إلى السيد دولة رئيس الوزراء المحترم، الموضوع فدائي صدام. نهديكم أطيب تحياتنا. لا يخفى على دولتكم ما لفدائيي صدام من دور سيء في الحقبة المظلمة أبان النظام السابق، فشمولهم بالحقوق التقاعدية مع كونهم ليسوا من الأجهزة الأمنية أمر لا ينسجم مع توجهات العراق الجديد. وقد وردتنا معلومات تشير إلى أن مكتبكم العسكري وجه إلى وزارة العدل بإعداد مشروع لقانون يلحقهم بالأجهزة الأمنية بناء على إلغاء الفقرة رابعا من المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، لكي تكون لهم حقوق تقاعدية. أرجو من دولتكم إعادة النظر في هذا الموضوع بجدية للأهمية خدمة للعراق والصالح العام، مع الشكر والتقدير. طبعا نسخة منه إلى الجهات المعنية. هذا صادر يوم 15/4/2011 للتاريخ، لأن هذا 15/4/2011، هذا بعد أن دخلت إلى البرلمان بعد شهر واحد فقط من دخولي إلى البرلمان. لأن البرلمان بدأ يوم 15/3/2011. طبعا هذه كانت أول محاولات لإعادة الحياة للبعث المقبور، وأنا أعتقد بأن المحاولة الأخيرة تحتاج إلى تصدي.